ومضيت حسين إلى سفر والأمة أرى. حياك الله. الشيخ بغيت أسألك كم سؤال بخصوص شهر محرم. تفضل. من هو الإمام الحسين؟ هو الحسين بن علي بن أبي طالب، وأمه فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقبه هو وأخوه الحسن سيدا شباب أهل الجنة. لماذا خرج الحسين إلى كربلاء؟ طبعا الحسين راسله أهل الكوفة بأنهم يبايعونه خليفة عليهم، ولا يريدون يزيد بن معاوية واليا عليهم، فدعوه ليقدم عليهم، فلما قدم عليهم خذلوه ولم يصدقوا في بيعتهم. لماذا لم يحاول الصحابة منع الحسين من الخروج؟ بالعكس، عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر، هؤلاء الصحابة منعوا الحسين من الخروج إلى كربلاء لأنهم تفرسوا خيانة أهل الكوفة، لكن الحسين أصر على المسير نحو العراق. لما وصل الحسين إلى الكوفة لماذا لم يبايع أهلها؟ علم والي الكوفة عبيد الله بن زياد بصنيع أهل الكوفة، فهددهم وخوفهم، فانصاعوا له ونكثوا عهدهم مع الحسين، بل انضموا للجيش الذي قاتل الحسين. لماذا لم يرجع الحسين إلى مكة بعدما غدر به أهل الكوفة؟ حاول الحسين الرجوع، لكن جيش الكوفة لم يسمحوا له بالرجوع، وطلبوا منه أن يسلمهم نفسه أسيرا ذليلا، فلم يبق أمامه خيار إلا المواجهة. بس شنو التفاصيل اللي جرت في معركة كربلاء؟ كما عرفنا أن الحسين رضي الله عنه لم يخرج ابتداء للقتال أصلا، فما كان معه من الرجال إلا 72 فارسا، أما جيش الكوفة فهم 5000، فغلبت الكثرة الشجاعة، واستشهد الحسين رضي الله عنه في كربلاء. هل صحيح أن أبو بكر وعمر استشهدوا في كربلاء؟ صحيح، لقد استشهد جمع من أهل البيت عليهم السلام، منهم أبو بكر وعمر وعثمان أبناء علي بن أبي طالب، وأبو بكر وعمر أبناء الحسن بن علي، وأبو بكر وعمر أبناء الحسين عليهم رضوان الله. جزاك الله خير شيخ. الله يجزاك خير، يتيبك ما قصرت. وقف استسقيك بلا جدوى ودموع الصفوة تنحى